ايه ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر اللي هو بعد رمضان على طول ده. آه، كلت كحك. انا كلت كحك. الكحك ده جميل جدا على فكرة. ده طعمه لذيذ اوي 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 يعني. يعني هو من عند ابو محرم، بس لذيذ يعني. هو حاجة كده فيها خفة يعني، انت تاكل وانت جعان، انت تاكل وانت شبعان شغال. المهم اللي انا عايز اقول ايه بقى، هو انا نزلته منشور، بس قلت ايه انزله فيديو يمكن الناس تفهمني، لان الناس مش مستوعبه خالص ومش عارف ايه السبب يعني. طبعا هي حاجه بايخه ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس لازم اتكلم فيه. مثلا انت عملت صفحه على الفيسبوك، جميل، او عملت حساب على التيك توك، او عملت على كواي مثلا، وعاملين ليبسينج اللي هو صوت على تركيب وفيديوهات ولبس وموضة يعني شاب بنوتة حلوة شيك، بتنزل كمان على الستوري على الفيسبوك وحاجة. طب انا عايز اكلمك ازاي بقى وانت قافلة الماسنجر، شايلاه ممنوع؟ طب ايه الهدف وانت بتنزل على الستوري اصلا؟ انت ليك حريتك، مش حاجة، بس ايه الهدف؟ براحتك اعملي اللي تعمليه، بس طب انت بتنزلي جمالك وحلاوتك وشقاوتك ويوم ما ابتدي اعاكس، مش عاكس، مش عارف اقولها ازاي دي. آه الله يفضل يسأل الأسئلة البايخة دي. مجتمع غريب، قسما بالله مجتمع غريب، مجتمع غريب. طيب، في سؤال تاني. أنا مش عايز أتكلم في الموضوع والله العظيم. أقول لكم كل سنة وانتم طيبين أحسن. سيبكم، انا هفضل اعلق ليه على مجتمع بطريقه سلامه ولا اسلوبهم ولا يعني هقول ايه؟ هي اخلاق ضايعه بس ولا سلوك ضايع بس؟ لا، ده تفكير، ده والله العظيم مؤهلات عليا والله ما عندهم لا ادراك ولا وعي. والله لسه كنت بتكلم امبارح مع صحفيه، فبتتكلم معايا وبتاع، فقلت لها، قالت لي والله يا دكتور احمد، مش مؤهلات عليا وبس يعني، ده ناس يعني المفروض احنا بنقول عليهم مثقفين، بيقولوا كلام غريب وما عندهمش لا ادراك ولا وعي اصلا يعني. انا هتكلم في ايه؟ مفيش تفكير، مفيش اخلاق، مفيش سلوك، هتكلم في ايه؟ هعلق على ايه يعني؟ المفروض ماسنجر يعني شات، يعني محادثه للتواصل وتقارب الفكر. النت اتعمل اصلا اسمه ايه؟ النت يعني النت عالم افتراضي، فقاموا عاملين حاجة زي فيسبوك أو تويتر أو للتواصل الاجتماعي. إحنا عندنا بقى انفصام اجتماعي. مفيش شك إن في رجالة قلة الأدب وناس واطية وبيدخلوا وبيقتحموا الخصوصيات. أنا عن نفسي بيجيلي اتصالات وانا مش فاهم يعني. انت يا ماما ما استاذنتيش ولا قلتي اصلا انت هتكلميني دلوقتي؟ انت بتجبريني ان انا ارد عليكي، ولو ما ردتش انت تزعلي؟ ده ايه الجنون ده؟ والله ما كنت اعرفهم كمان، وغيره. وانا لسه ما وصلتش للشهرة العالية، ولا لسه. امال الناس المشاهير دول عايشين ازاي؟ ولا بالنسبة مثلا البنات نفسهم، انت لو عملت ايميل بنت صدفة آه هيجي لك 50 ولا 500 لايكات وماسنجر واتصالات وصداقات من شباب انت ما تعرفهمش، وممكن من الهند كمان. الاغرب بقى يعني، عشان اقول لكم على عدم وعي، انا افتكرت دلوقتي اللي هي صديق شاب راجل ايميل عنده من حوالي 5 سنين، حاول يرجعه ورجعه، لقى كمية طلبات صداقة ومن رجالة زي. طب انت بعت له طلب صداقة ليه؟ والله بيكلمني يقول لي يا دكتور احمد، هو في حاجة؟ قلت له والله ما عارف، ممكن يكون معتبرينك بنت. قال لي ما انا حاطط صورتي وحاطط اسمي، يعني مش عارف اعمل ايه تاني. شيء غريب برضو.
انا هتكلم في ايه؟ هتكلم في إيه؟ يعني سعد زغلول قالها، يعني قال لك مفيش فايدة. طب نتواصل، نقرب المسافات، نعرف بعض. أعرف دكتور من أندونيسيا، أعرف دكتورة من موزمبيق، أعرف أي حد. مفيش، يعني مجتمع عنده انفصام غريب يعني. يعني أدخل لكم في موضوع شاغلني الفترة دي، ندخل في الموضوع ده كمان. تعرفين سبب مشاكلنا إيه كلها؟ الكبر. تعرفين، دايما بقول إن البشرية أسوأ من الشيطان نفسه. الغريب، سمعت امبارح فيديو غريب جدا، انا ما اعرفش، اول مره كنت اسمع عن الموضوع ده، ان الشيطان كان هيتوب وتوسط لسيدنا ووسط سيدنا موسى ان يكلم ربنا في انه يتوب عليه. انا مش عارف الحديث ده حقيقي ولا لا. المهم، فاكرين كنت عملت فيديو من فتره وقلت لكم ايه؟ طب يا شيطان، ما كنت سجدت لسيدنا ادم وطعت ربنا وخلاص، ما كناش نزلنا الارض والمشاكل اللي احنا فيها دي ليه؟ ليه الدوشه دي كلها؟ احنا مش مستحملين والله. لا قارين على نفوس وسخه من البشريه، على شيطان، على عفريت، على مش عارف بني ادمين، اعوذ بالله، بصفات شيطانيه، بنفوس غريبه، بعقول اغرب. ليه احنا مش مستحملين ده كله؟ المهم، بيقول لك ان الشيطان كان هيتوب، فربنا قبل توبته، يعني وسط سيدنا موسى ان يكلم ربنا يقول له ان ابليس عايز يتوب لله، يتوب لربنا فربنا قال له طب انا موافق. قبر سيدنا ادم يروح له يسجد له وانا هتوب عليه. تخيلوا الشيطان بعد ما قال ان انا هتوب وكانت الامور ممكن تتصلح شويه، يرد يقول ايه؟ انا ما سجدتلوش وهو عايش وهو حي، اسجد له وهو ميت؟ شفتوا الكبر؟ كبر. الكبر ده هو اللي هيضيعنا. الكبر ده هو اللي هيضيعنا. لما تبقى غلطان قول انا غلطان، ايه المشكله؟ غلطت في حد، روح له وقول له انا اسف، ايه المشكله في دي يعني؟ المهم، وقام نصح 3 نصايح لسيدنا موسى لانه توسط لربنا في التوبه بين ابليس لربنا. بس يتلخص الموضوع، الله، هو كان موضوع حاله مزاجيه يعني. انت الشيطان كنت هتتوب لله بحاله مزاجيه، فجاه كده جات لك انها هتتوب لله وخلاص وهتطيع ربنا وهتبعد عن المشاكل فجاه، وفجاه الكبر جه نط في. لا، هي مش حاله مزاجيه. هو فعلا ابليس عارف ان ربنا اقوى منه، وعارف ان هو العظيم، وعارف ان هو ملك الملك، وعارف كده. بس هي المشكله في الكبر. طب النفس ولا الشيطان؟ هم؟ لو حد بيشوفني حد يقول الشيطان اقوى ولا النفس البشريه اقوى؟ اقول لكم انا النفس اقوى، لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى في حديث خلق النفس، فمن انت؟ فربنا بيسأل بيقول لها من انت؟ قالت له انا النفس وانت انت. شايفين مدى الكبر؟ الكبر ده هو سبب المشاكل دي كلها. من انت؟ انا وانت انت. ام ربنا خد النفس ودخلها النار، خرجها. من انت؟ لو انا وانت انت. ام واخدها دخلها النار. 3 مرة، انا النفس وانت ربي. انا النفس وانت ربي. خلاص طاعت اهو. طاعت ايه؟ بالنار. اهو الكبر ده
عايز كرباج على طول في ساعتها. بس سيدنا استغفر الله العظيم، بس ابليس في البدايه قال اللهم انظرني، يعني خليني من المنظرين، سيبني شويه. فربنا قال له انت من المنظرين. عارفين لو كل بني ادم وراه كده كرباج كان ممكن ما يغلطش. بس ارجع تاني واقول برضو الكبر، حتى بعد ما بتغلط انت ممكن ترجع لربنا بسهوله. ربنا هيتوب عليك. ربنا كان هيتوب على ابليس، وربنا كان هيتوب لفرعون اللي قال انا ربكم الاعلى. وربنا ده منزل 1% رحمه بس في الارض. ربنا سبحانه وتعالى 1%. تخيلوا 99 رحمته ازاي يعني. يعني في حديث تاني هيجي يوم القيامه، فعبد ما عندوش غير حسنه واحده، وعبد تاني فاضل له حسنه يخش الجنه. فيقول له يا رب اديله الحسنه، انا كده كده داخل النار، اديله الحسنه ودخله الجنه. فربنا يقول له يعني انت اكرم مني على عبدي، طب خده وادخلوا الجنه انتوا الاتنين. فربنا رحيم يعني. وربنا يستجيب ليا وليكم، وربنا يتقبل مني ومنكم الصيام، وربنا يتوب علينا يا رب ويغفر لنا من ذنوبنا. اللي انا عايز اقوله، الكبر ده اسوأ حاجه، ومشاكلنا كلها تتلخص في الكبر. اتنين متخاصمين، السبب ان ده مش رايح يصالح ده، ولا دي يصالح دي، ولا حتى قرايب ولا حتى اخوات، بسبب الكبر. انا ازاي اروح اعتذر له؟ انا ازاي اتاسف له؟ في سؤال، هو انت لو اعتذرت هيحصل لك حاجه؟ مع انك انت اللي غلطان، هيحصل لك حاجه؟ لا كرامتي. طب ما انت زعلته برضو والله في البدايه، ما انت ضايقت كرامته وضيعت نفسيته وضيعت. بس ازاي؟ الكبر ده هو سبب كل المشاكل اللي احنا فيها دي كلها. لو كان ابليس سيد لسيدنا ادم، ما الكبر يعني انا ازاي اسجد له؟ بس لو جينا قسيناها برضو باللي موجود دلوقتي، وانا قلتها قبل كده وبقولها تاني، البني ادم برضو عنده كبر. قانون الجديد بتاع الماليه وتغيير المرتبات للعقود وللدايمين ومش عارف ايه، هذا الدايم يعني الدايم ده اللي هو معين يعني. فيجي لي يقول لي الله، ازاي يعني واحد لسه جاي من 2-3 يبقى مرتبه زي مرتبي؟ يا سيدي انا مالي، ده القانون هو نفس الفكره. ازاي ابليس يسجد لسيدنا ادم وانا بسجد وبعبد ربنا من كام سنه؟ الله، اسجد له ازاي؟ هي نفس الفكره. ازاي يعني يتساوى واحد من 2-3 يبقى زي واحد بقاله 20 سنه؟ الكبر ده هو اللي مضيعنا. يلا، انا اظن انك خلصت الجمله اللي انا كنت عايز اقولها او المعنى اللي انا عايز اقوله. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بسعاده، ودايما ما تنسوش القهوه الجميله دي بتغير هرمون السعاده. هرمون السعاده يعني بيتلخص في 4 هرمونات موجودين في المخ، منهم هرمون الدوبامين، فبيشغلها بيعمل لها حاله من الانتعاش كده. اشوفكم على خير، اشوفكم بسعاده، واشوفكم بابتسامه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تبقوا دايما في ابتسامه وفي سعاده، وان ما وصلتوش ليها على الاقل تعاوحوا، على الاقل تعافروا. على فكره كلنا بنزعل وكلنا بنتضايق، لكن الفكره ان انا ما اقعش، ويوم ما اقف، ولو وقفت متلخلخ كده اثبت كده واقول انا اهو، انا موجود، انا استحق الهدف واستحق النجاح واستحق السعاده. اشوفكم بسعاده. سلام.